أيها الإخوة الكرام، لا زال الحديث متواصلا عن الجنة ونعيمها، عن النعيم المقيم، عن النعيم والرضوان الذي لا يسأمه الجليس ولا يمله الأنيس. تكلمنا معكم في اللقاء الذي مضى عن صفة حشر المتقين إلى الجنة، حتى إذا وصلوا إلى أبواب الجنة فتحت الجنة أبوابها فدخلوها، فكيف رأوا الجنة؟ كيف رأوا الجنة؟ الله جل وعلا في كتابه الكريم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته أخبرنا عن الجنة من الداخل، عن صفة الجنة من الداخل. قال الله جل وعلا في آيتين عن سعتها فوق ما نتصور، في آيتين في كتابه الكريم. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذا كان هذا عرضها السماوات والأرض، فكيف بطولها؟ هذا الوصف وهذه السعة هيجت الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبذل الأرواح في سبيل الله جل وعلا. في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في يوم بدر، وقد التقى الصفان وتواجه الفريقان، أولياء الرحمن مع عبدة الأوثان في يوم الفرقان. قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أي ليس بينكم وبين دخول الجنة التي هذا عرضها إلا أن تقتلوا في سبيل الله جل وعلا. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمير بن الحمام الأنصاري قال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض، أي كيف بطولها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال عمير بن الحمام: بخ بخ. قال: يا عمير، ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت من أهلها، أنت من أهل هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. فأخرج عمير بن الحمام من قرنه تمرات فجعلها على يده، فنظر إليها فقال: لئن حييت أنا حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فألقى هذه التمرات وأقبل على الجهاد ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفاد إلا التقى والبر والرشاد. فقاتل رضي الله تعالى عنه حتى قتل. جنة عرضها السماوات والأرض يهون أمامها النفوس، يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام سأل ربه جل وعلا عن أدنى أهل الجنة منزلة: يا رب، ما حال أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال الله عز وجل له: إذا أدخل أهل الجنة الجنة يؤتى برجل فيقال له: هذا آخر واحد يدخل الجنة، فيقال له: ادخل الجنة. فقال: يا رب كيف
وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، يا رب وجدتها ملأى. فقال الله عز وجل له: هذا أدنى أهل الجنة منزلة، ألا ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال: رضيت يا رب. هذا فوق تصورنا نحن الفقراء الضعفاء الذي نصارع الحياة مصارعة. يقال للواحد منا: ألا ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ الرجل قال: رضيت يا رب. قال: لك ذلك ومثله 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 ومثله. صاح الرجل في الخامسة قال: رضيت يا رب. يكفي، رضيت يا رب. قال: لك مثل ذلك وعشرة أمثالها، لك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. هذا الكلام أذهل موسى عليه السلام، فقال موسى عليه السلام: وأعلاها منزلة. إذا كان هذا أدنى أهل الجنة منزلة، هذا له من السعة. قال: فأعلاها منزلة. فقال الله عز وجل: جعلني الله وإياكم من أعلى أهل الجنة منزلة. فقال الله عز وجل: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر. أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي، يقولها الله جل وعلا: وختمت عليها، فلم تر عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر. فإذا دخل أهل الجنة الجنة نظروا إلى منظر لم يخطر لهم على بال ولم يدر لهم بالخيال. رأوا أبهة عظيمة، رأوا بناء عظيما ما رأوا في الدنيا مثله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن الجنة، ما بناؤها؟ انظر إلى القلوب كيف تتعلق بالجنة. أخبرنا عن الجنة، ما بناؤها؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لبن من فضة ولبن من ذهب، وملاطها المسك الأذفر. الطين الذي يوجد بين اللبنتين، قال: ملاطها المسك الأذفر. قال: حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، ترابها الزعفران. وفي الصحيحين من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: تربتها المسك. فجمع العلماء عليهم رحمة الله تعالى بين الروايتين، فقالوا: في اللون كلون الزعفران، وفي الرائحة كرائحة المسك. قال: تربتها الزعفران، من دخلها ينعم ولا يبأس، ينعم ولا يبأس، يخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. عند البزار لما خلق الله الجنة بهذه الأبهة وبهذه المكانة قال لها: تكلمي. فقالت الجنة، واسمع ماذا قالت: قالت: قد أفلح المؤمنون. قال الملائكة وقد نظروا إلى الجنة قالوا: طوبى لك منزل الملوك، طوبى لك منزل الملوك. فإذا دخلوا الجنة ورأوا هذا النعيم وهذا البناء، لبن من فضة ولبن من ذهب، وهذه الحصباء وهذا التراب، بحثوا عن المساكن والتفتوا إليها فإذا هي عجب من العجب. حدثنا الله عن مساكن الجنة، الذي خلق المساكن ماذا قال عنها؟ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة. الذي خلق المساكن قال: ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. رأوا عجبا، رأوا بيوتا
رأوا قصورا، رأوا غرفا، رأوا خياما، بيوت في الجنة. يقول الله جل وعلا عن امرأة رأت بيتها في الجنة وهي لا زالت تمشي على أقدامها، لا زالت تعيش في الدنيا وقد رأت بيتها في الجنة. قال الله عز وجل عن امرأة فرعون، عن آسيا بنت مزاحم، عن امرأة آمنت في بيئة فاسدة لا تتعذر ولا تبحث لك عن معاذير، لا أستطيع أن أستقيم بسبب أن البيئة التي حولي فاسدة، فلن تكون البيئة التي حولك بفساد بيئة فرعون. امرأة مؤمنة في بيئة فاسدة عذبها فرعون، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. يا رب ابن لي عندك، قالوا اختارت الجار قبل الدار، عندك بيتا، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. روى الإمام أبو يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة أن فرعون أخرج امرأته وأوتد لها 4 أوتاد، وتدين في يديها ووتدين في رجليها، وقام بتعذيبها حتى إذا تركها هو وزبانيته ضللتها الملائكة وكشف لها بيتها في الجنة. معذبة في الأرض وهي تنظر إلى بيتها في الجنة كرامة لها، بل صارت من سيدات نساء أهل الجنة. آسيا بنت مزاحم هذه لها بيت محجوز جاهز. من لها بيت أيضا؟ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك بإناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها من ربها السلام. يا الله، الله جل وعلا الذي استوى على عرشه، الذي له صفات الكمال ونعوت الجلال، يقرئ خديجة السلام. قال اقرأ على خديجة من ربها السلام. خديجة رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء، خديجة الطاهرة في الجاهلية والإسلام. خديجة هي رمز الطهر والشرف، والدر لا يخرج إلا من صدف. خديجة رضي الله عنها قال اقرأ على خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب أي من فضة، بيت من فضة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حرصت طول حياتها أن يكون بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صخب فيه ولا نصب. وقفت معه وستوا بمالها، صدقته إذ كذبه الناس وآمنت به إذ كفر به الناس. قال بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. كأني بك قد اشتقت لبيت ربما يعيش الواحد منا سنوات طويلة يحلم ببيت في الدنيا ولا يظفر به، وربما يظفر ببيت في الدنيا لكن لا يجد فيه سعادته، وربما يظفر ببيت في الدنيا يجد فيه سعادة لكن يظفر ويأمل بما هو أعلى. انظر إلى ما هو أعلى، بيت في الجنة. هل تريده؟ عليك بما رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا زعيم. إيش معنى زعيم؟ ضمين. أنا زعيم أي ضمين، أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء أي الجدال وإن كان محقا. أنا زعيم، يقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، بيت في وسط الجنة
لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. قال أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. تريد بيت في الجنة؟ حافظ على النوافل. روى مسلم في صحيح من حديث أم حبيبة قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بهن بيتا في الجنة. صلى ركعتين قبل الفجر، 4 قبل الظهر، ركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، الجزاء بيت في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه من حديث جابر: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه أو أقل من ذلك كبيت عصفور صغير، قال بنى الله له بيتا في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم عند أحمد من حديث معاذ بن أنس قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات. كم تأخذ هذه من الوقت؟ قل هو الله أحد 10 مرات. قال: بنى الله له بيتا في الجنة. من ابتلي بفقد ولده فصبر، البيت محجوز، البيت محجوز في الجنة. كما عند الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قبض ولد العبد قال الله عز وجل للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ قالوا: نعم. قال: قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم. قالوا: فماذا قال؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. بيت في الجنة اسمه عند أهل الجنة معروف ببيت الحمد لمن احتسب ولده عند الله جل وعلا وحمد الله واسترجع. هذا النوع الأول من المساكن. النوع الثاني قصور. هل تتصور قصور في الجنة؟ البعض الآن ربما عاش حياته كلها ما دخل قصرا فضلا أن يملك قصرا. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة، وجاء عند أحمد في المسند من حديث بريدة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، بينما هو يسير في الجنة رأى قصرا من ذهب مربع، قصر من ذهب مربع، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: قد أعجبه القصر وبجواره امرأة حسناء تتوضأ. فقال صلى الله عليه وسلم: لمن هذا القصر؟ هذا الخطاب يخاطب الصحابة حضور يستمعون لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأني بهم قد استمعوا بآذان قلوبهم قبل آذان رؤوسهم. قال: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أنا محمد. لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. قال: أنا من العرب. لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. قال: أنا من قريش. لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر رضي الله تعالى عنه حاضرا في المجلس يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بقصر في الجنة من ذهب مربع. قال لعمر بن الخطاب، ثم التفت إلى عمر رضي الله عنه قال: يا عمر، ما منعني أن أدخل قصرك إلا غيرتك، إلا غيرتك. تذكرت أنك رجل غيور. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: عليك أغار يا رسول الله، عليك أغار يا رسول الله، منك أغار يا رسول الله. هذا صنف من الناس لهم قصور في الجنة. المسكن الثالث وهو غرف. هذه الغرف شيء آخر، غرف يقول الله عز وجل عنها: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال الله عز وجل: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وقال جل وعلا:
أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. هذه الغرف فوق البيوت، فوق القصور. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي سعيد قال إن أهل الجنة، واسمع إلى هذا الحديث، إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف، أهل الغرف فوق ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق ومن المغرب. لما سمع الصحابة ذلك قالوا يا رسول الله هذه منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم، هذه خاصة بالأنبياء والمرسلين لا ينالها غيرهم؟ قال صلى الله عليه وسلم بلى، أي بلى ينالها غيرهم. من هم؟ قال من آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. تريد هذه الغرف؟ عند أحمد في المسند من حديث أبي مالك الأشعري قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. هل تتخيل هذا المنظر؟ إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى في الليل والناس نيام. الجنة تشتي عمل، تريد عمل. قال لمن؟ قال لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام. ما يعرف الصيام في رمضان فقط، يصوم الست من شوال، يصوم الاثنين والخميس، يصوم الأيام البيض، يصوم عاشوراء، يكثر من الصيام في محرم، يصوم يوم عرفة، يكثر من الصيام في أيام العشر من ذي الحجة. قال تابع الصيام، قال وصلى بالليل والناس نيام. هذه الغرف أعدها الله عز وجل لأولئك الناس. يأتي الآن المسكن الرابع، خيام. الخيام أشار الله عز وجل لهذه الخيام في القرآن. قال الله جل وعلا حور مقصورات في الخيام، وحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن وصفها. ففي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء. خيمة من لؤلؤة واحدة، لؤلؤة واحدة مش من لؤلؤة مركبة، لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا. قال صلى الله عليه وسلم له في كل زاوية من زواياها، خيمة لها زوايا، له في كل زاوية من زواياها أهلون إذا طاف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. إذا ذهب إلى أهله إلى حور العين في هذه الزاوية، الذين في الزاوية الأخرى لا يروا، لا يرى بعضهم بعضا، له في كل زاوية أهلون. إذا دخل أهل الجنة الجنة كل واحد يذهب إلى بيته، هو يعرف بيته بالضبط، يذهب إلى بيته لا يحتاج يسأل الملائكة فين بيتي؟ أين القصر حقي؟ أين الخيمة؟ أين الغرف؟ يذهب مباشرة إلى بيته. قال الله عز وجل والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، عرفها لهم. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن الرجل أهدى بمنزله في الجنة من منزله في الدنيا. يعرف بيته في الجنة ويعرف منزله ومسكنه في الجنة أكثر من معرفته لبيته في الدنيا. هل في واحد يضيع بيته في الدنيا؟ الكل إذا انصرف الدرس أو قضى صلاة المغرب يذهب إلى بيته مباشرة، لا تختلط عليه البيوت ولا المنازل. كذلك هذا الذي إذا دخل الجنة يذهب إلى منزله مباشرة، يدخلهم الجنة عرفها لهم.
فإذا وصلوا إلى البيوت ودخلوا تلك المساكن ورأوا أثاثها، رأوا آنيتها، رأوا الطعام والشراب الذي هيئ لهم، رأوا ملابس أهل الجنة، ماذا عن حليهم؟ ماذا عن ملابسهم؟ ماذا عن فرشهم وبسطهم؟ فأستأذنكم في اللقاء القادم إن قدر الله اللقاء والبقاء أن ندخل إلى تلك المساكن فنرى أثاثهم ونرى معيشتهم وكيف يعيشون، لعل هذه القلوب تتحرك وتشتاق لتلك المنازل العالية ونجتهد بالعبادة لا سيما في هذه الأيام، ونجتهد في التضرع والانكسار بين يدي الله جل وعلا، ونصحح هذه القلوب ونصحح هذه النيات، ونجعل هذه القلوب لا تريد إلا علام الغيوب. وأبشروا بالخير بتلك المنازل وبذلك الزحام على أبواب الجنة، جعلني الله وإياكم منها، وجعل الله عز وجل آباءنا وأمهاتنا من سكانها، وجعل الله زوجاتنا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وسائر أحبابنا وأخواتنا من أهلها. نسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في جنات النعيم، في ذلك النعيم المقيم. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفرق جمعنا إلا وقد عتق رقابنا وكتبنا من أهل الجنة يا رب العالمين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين ولا عن رحمتك مطرودين يا رب العالمين. أسأل الله جل وعلا ألا يفرق جمعنا إلا وقد غفر ذنوبنا وستر عيوبنا وفرج همومنا ونفس كروبنا وقضى ديوننا وشفى مريضنا ورحم ميتنا وداوى جريحنا وتقبل شهيدنا وجمع كلمتنا ونصرنا على من عادانا. أسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداءه أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين وبالنصارى المعتدين، شتت اللهم شملهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.